الجزائر والمغرب على أعتاب صفحة جديدة. واشنطن تبشر باتفاق سلام تاريخي على الطاولة عبر وساطة أمريكية مكثفة توشك أن تؤتي ثمارها بين الجارتين بعد سنوات من الجفاء والقطيعة. الدبلوماسية الأمريكية تزف البشرى بسلام قادم يطرق الأبواب الموصدة. تبدأ معالم صفقة القرن المغاربية بما كشف عنه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال حوار تلفزيوني أن فريقه يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب خلال 60 يوما دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهته أكد صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر أن سياسة الرئيس الأمريكي الخارجية تبدو غير مألوفة، مؤكدا أنها تعتمد على ما سماها بالواقعية والبراغماتية. وأوضح كوشنر أن التركيز يجب أن يكون أحيانا على المصالح بدلا من القيم ومعرفة حيث توجد مصالح مشتركة مع الدول الأخرى والسعي وراء تلك المصالح وفق تعبيره. نحن نعمل على ملف الجزائر والمغرب حاليا، وأعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام هناك في ظرف 60 يوما. We're working on Algeria and Morocco right now, our team. And there's going to be a peace deal there in the next, in my view, 60 days.